ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. يعني يمكن الحاجات اللي انا بجيبها مش كلها بعرضها هنا، تمام؟ لان والله زي ما انتم شايفين كده كل حاجه متكركبه، يعني حواليا كمان مش عارف اجيبها بالكاميرا دلوقتي، بس حرفيا كل حاجه متبهدله. الحلقات الجايه ان شاء الله هنعمل مع بعض الباور بانك ده، تمام؟ الباور بانك ده طبعا كان عامل ضجه كده من فتره. هو ما شاء الله يعني كل اللي دي بتقيد. عندك مخرج هنا، مخرج اد واحد، وكمان اللي هو التايب سي. البطارية بتاعته كانت متبهدلة، شايف حالة كده البطارية عاملة ازاي. فان شاء الله يعني الحالة دي كلها هتتظبط. الحلقات الجاية هنوفق له بطارية عشان هنرجعه جديد ان شاء الله. برضو من الحاجات اللي انا متحمس ان انا اشتغل فيها الايفونات دي، تمام؟ كان في برضو كمان واحد كده احنا شغالين فيه اللي هو كان لونه جولد، حتى من الكركبة انا مش عارف هو راح فين. بس ان شاء الله برضو كل الحاجات دي نحاول كده نظبطها الفترة الجاية علشان يعني المكان يبقى كويس. برضو ده يعني هوفق له شاشة، تمام؟ الايفون ده هوفق له شاشة موجودة عندي. الباور بانك ده برضو السوكت بتاعه كده طالع، فهنعمله برضو. اللي يعرف دي بوردة ايه، دي هدية مني. البوردة دي يعني ليها قصة كده، عملناها في فيديو قبل كده، فاللي متابعني واللي مركز في الفيديوهات عندي هو اللي هيعرف دي بوردة ايه. دي برضه هنشتغل فيها الحلقة الجاية ان شاء الله برضه، ودي مني هدية كويسة والله. طيب خلينا بقى نرجع لحلقة النهاردة. الساعة دي انا اشتريتها من سوق الجمعة، زي ما انتم شايفين كده الحالة بتاعتها كويسة جدا. الساعة مضيئة، تمام؟ الساعة كاسيو، الحالة بتاعتها كويسة جدا جدا جدا. طيب الساعة دي مالها؟ الساعة دي كنت شاريها تقريبا ب20 جنيه. الساعة دي معدية ال1000 جنيه، جديدة معدية ال1000 جنيه. فأنا كنت شاريها ب20 جنيه. طبعا ركبت لها حجر، المفروض إن هي ووتر بروف ضد المية، فلما نزلت بيها المية شبرت من هنا معنى كده، بس هي شغالة يعني الحمد لله. معنى كده إن الووتر بروف مش شغال أو في مشكلة. فهنبدأ دلوقتي إن احنا نظبط الووتر بروف أو نشوف حل للووتر بروف إن احنا نعمله. الفك بتاع الساعة دي بسيط جدا، هنحتاج بس مفك نجمة ومفك عادي. هبدأ ان انا اشد المسامير بتاعتها بالشكل ده كده. حاجة بس مش حاجة تقع. هبدأ ان انا اطلع الجزء ده، احط كده المسامير بتاعته. الجزء التاني برضو نفس القصة. يعني بكل سهولة تظهر معانا الساعة بالشكل ده. طيب عشان ننضف اسوار المية اللي جوه، هنشيل طبعا الجزء ده. هيطلع معانا بالشكل ده كده، نحطه على جنب. هبدأ ان انا افك ظهر الساعة. طبعا الفك ده علشان اولا انضف الشاشة من المية اللي فيها، وتاني حاجة علشان نظبط الووتر بروف عشان ما يدخلهاش مية بعد كده ان شاء الله، او تشبر مننا ان شاء الله. هتفتح معانا طبعا بالشكل ده كده.
طيب الخطوة اللي بعد كده ان انا اطلع الجسم ده بره بالشكل ده. طبعا هبدأ انضف ده كويس الازاز من جوه. طبعا التنظيف بلاش تنظيف بمناديل عشان ما تبصمش معاك. مناديل تنظيف ازاز الساعات لا. هتكون معانا بالشكل ده كده. طبعا ما شاء الله كل حاجة فيها شغالة. هبدأ ان انا اركبها تاني او ارجعها في مكانها. الخطوة اللي بعد كده ده الووتر بروف يا جماعة. الجلدة دي هي الووتر بروف. طبعا انا عندي واحدة تانية كنت شاري ساعة زيها من سوق الجمعة برضو. فهبدأ دلوقتي ان انا اعمل حاجة بحيث ان يعني الساعة او اتأكد ان الساعة ما يدخلهاش مية ان شاء الله بعد كده. طب ايه الحاجة دي؟ ثواني وهقول لكم. هبدأ ان انا احط اول جلدة في مكانها. طبعا لازم تتأكد ان هي راكبة مكانها. علشان ما اطولش عليكم المرحلة دي هقفل الفيديو واركبها وارجع لكم تاني. طبعا ده بعد ما ركبتها هبدأ ان انا ارجع المسامير تاني في مكانها. بصوا يا جماعة، لأي حد حابب ان هو ينزل السوق، انت لازم الحاجة اللي انت بتجيبها لازم تعملها بنفسك. تقول لي اصل انا مش عارف، اصل انا بجيب واخلي حد تاني هو اللي هيشتغل لي. اقول لك معلش، ما انت كده كأنك ما عملتش حاجة. معلش اللي هيعمل لك الحاجة اللي انت هتجيبها ده هياخد برضو فلوس، وهياخد فلوس مش قليلة. فانت لو حسبتها هتلاقي ان الفلوس اللي انت تصرفها على حاجة مستعملة، يعني انت ممكن تجيب بقى حاجة جديدة. فانت لو هتنزل السوق لازم تتعلم تعمل انت الحاجة بنفسك. طبعا ده اخر مسمار. كده هي احنا عملناها 2 ووتر بروف. طبعا باقي القطعة دي هنركبها. كده الساعة اشتغلت بدون مشكلة والعقرب اتحرك. ناقص بس قبل ما اقفل دول ان انا اجربها تحت المية تاني واشوف هل المرة دي هتبقى ووتر بروف ولا لا. بس دي كانت حلقة النهاردة. ان شاء الله الحلقات الجاية هنبدأ في حاجات تانية بإذن الله، واشوفكم على خير.